في نوعيات من الزوجات بيبقوا أخطر من الشيطان نفسه في تفكيرهم، بعقليتهم، بالحاجة اللي بيعملوها. مش عارف في ايه يا جماعة، في فعلا زوجات الشيطان نفسه ما بيفكرش في اللي هما بيفكروا فيه ده، وخصوصا لما بتعرف ان زوجها بيفكر انه هيتجوز عليها لمجرد انه مثلا هيخلف، يعني عايز يخلف. وهتعرفوا الجريمة اللي عملها الزوج من حقه ولا لا. بس قبل ما نبدأ يا ريت يا جماعة نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، واسألكم لايك دعما لينا، ونبدأ على طول عشان وقت حضراتكم. الموضوع بدأ بزوجين، يعني اتنين متجوزين عاديين كده، فعدى كام شهر وفي سنة بتاع، فما فيش حمل وما فيش خلفة. فالزوج بيستغرب، يعني قال لك انا بصراحة يعني ايه، كان بيكلمها بيقول لها في ايه وما فيش حمل وما فيش خلفة وموضوع. فهو هي راحت بتقول لك انا كشفت ما عنديش حاجة. فالمهم الزوج يعني زي ما تقول ما كشفش او مش في دماغه انه يكشف، هو شايف انه كويس، ففكر ان هو يعني ايه، كان ابتدى يلون او يكلمها موضوع ان انا عايز اخلف وانا هتجوز عشان اخلف بس وانتي. فالست طبعا اتجننت. فهي الست دي كانت بتعرف يعني ايه، كان النظام ايه، بتعرف ده وتتكلم مع دي وتتكلم مع دي. فليها صاحبة شمال يعني زيها كده، هي شمال، قالت لها بتقول لها تصدقي ده هيحصل كذا. قالت لها ايه ده، ليه ومش ليه وبتاع. قالت لها اصل ما فيش حمل وبصراحة انا خايفة يتجوز عليا. فالتانية عشان شمال وبتاع، فعرضت عليها، قالت لها احنا اعرف حد ممكن يعني ممكن تحملي منه وما يبانش، وكأنه انت حامل منه وخلاص على كده وبتاع، بياخد قرشين وخلاص على كده. قالت لها ازاي بس ينفع ده معقول يعني عاش الراجل غيره. قلت لها اسمعي بس، ده ناس كتير بتعمل كده. فالمهم ايه، الموضوع جه في دماغها مع التاني تفكيره في انه يتجوز عليها، خلى الشيطان يلعب في دماغها، وفعلا وقد كان. فطبعا راحت الست برضو دي في مكانها، وحصل اللي حصل مرة في اتنين، وفعلا جت بعد فترة حملت. فطبعا جت بقى للراجل قالت له انا حملت وحامل. فبعد فترة فالراجل طبعا ما صدقش، فخدها فكشف فعلا حامل. فالراجل ما فيش طار من الفرحة، كان في حاجة، كان عيد بالنسبة له اكتر من العيد كمان، ان حاجة منتظرها بقى له حوالي سنتين ثلاثة. فطبعا مع الوقت مع الوضع طبعا كده، فخلفت بنت. فطبعا جت البنت دي حياته كلها كانت فيها وفرحته، والدنيا كلها مش سايعاها في البنت دي. بس الراجل بعد فترة لما لقى نفسه خلف بنت عدت سنتين وثلاث سنين، نفسه يجيب ولد، نفسه يعني هي أمنية تاجر بقى، وعايز واحد يشيل اسمه. وانتوا عارفين التجار بيحبوا واحد مثلا ولد مثلا يشيل اسمه ويشيل تجارته وبقى اسمه، يعني انتوا عارفين كده، زي كده مسلسلات عبد الغفور البرعي والحاجات دي كلها، يعني بتوع بالذات التجار يعني. المهم جه الست دي لما قال لها كده، قال لها احنا عايزين نشد حيلنا، نفسنا انا نفسي في ولد وبتاع. فهي اتجنت، قالت ما هو حلو كده ودي إرادة ربنا. لا ما هو زي ما كانش كده وهي دي بس. فالواحد الحمد لله طلع ان هو كويس، فاروح بقى اتجوز. فاتجنت بقى لما قال لها حاجه زي كده. فتعمل ايه؟ قالت لها ازاي ومش ازاي. فالمهم كلمت الست برضو لها اللي حصل واحد اتنين، وهيتجوز عليا تاني. وطمع لما جت البنت، وطمع انه عايز ولد. فالمهم قالت لها طب ما نعمل الموضوع ده وان شاء الله. قلت لها افرض ما جاتش ولد او افرض كذا، فانا خايفه والموضوع ده اتسطر، فخايفه المره الجايه يتفضح او حاجه. فقالت لها ما تخافيش، ده هو بيعدي واديكي شفتي وجبت بنت وما فيش اي حاجه. قالت لها ماشي وقد كان. فجت طبعا نفس الحوار، وقعدوا فترة وقد كان فعلا وحملت في ولد كمان. بس طبعا الراجل لما حصل نفس الموضوع البنت برضو، ما بس المرة دي اكتر بقى، لان لما عرف انه ولد الموضوع ما سعوش، والدنيا كلها كانت بالنسبة له بتفرح، وقعد يطلع لله كتير، وعمل يعني حاجات لله كتير. جه الراجل ده ولا يعني شوف النصيب، وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الراجل ده يكتشف اللي بيحصل من وراه. فجه تعب، جات له تعب كده زي مغص، يعني في الحاجات اللي هي المسالك والحاجات دي. فراح يكشف. فالراجل قال له طب اعمل لي اشعه، طب اعمل تحاليل، طب. فالمهم الراجل بيقول له طب يا عم انت متجوز؟ قال له اه انا متجوز وعندي بنت، وان شاء الله مراتي حامل في ولد كمان. فالراجل استغرب، قال له انت متاكد انك مخلف وعندك بنت ومراتك حامل فعلا؟ فالمهم الراجل لما قال له انت متاكد ان مراتك حامل، بحيث ان ايه ممكن تكون الحاله دي جات له بعد ما خلف البنت. فقال له لا انا فعلا مراتي حامل، ده انا ممكن اجيبها لك تشوفها. فقال له المشكله مش في كده، المشكله ان انت عندك مشكله في موضوع الخلفه، يعني انت صعب جدا
يعني انت حتى محتاج علاج جامد وعلاج كبير عشان خاطر تقدر موضوع الخلفه ده. قال له ازاي يا دكتور؟ امال انا مراتي حامل ازاي؟ قال له ما اعرفش والله. فالراجل ابتدى يتجن. قال له ازاي؟ قال له طب يا دكتور انا عندي بنت. فقال له انا عايز احلل لها دي ان ايه. الراجل فكر على طول، فجاه طبعا جه حلل لها دي ان ايه، طلع فعلا انها مش بنته خالص. فالراجل اتجن بقى ودخل في حوار ودماغه، لدرجة ان هو اتصدم، لدرجة ان هو قعد مع نفسه في شقة كده بعيد عنهم فترة، فكر انا في ايه من دي. فجي طبعا هي ابتدت تحس ان في حاجة غلط والوضع ده، فطبعا راح البيت قعد معاها وبتاع. قال لها من الاخر كده عشان بس ما يحصلش اي حاجة وما عملش اي جريمة، مين الشخص اللي انتي عشرتيه وخلفت منه؟ بالراحة كده، مين؟ لو ما قلتيش مين انا هقتلك، البلدي كده. فالمهم قالت له ما فيش حاجة، انت ايه اللي؟ قال لها انا حللت دي ان ايه، البنت مش بنتي وانا متأكد ان ده مش ابني. قال لها انا ما بخلفش. فاتصدمت قالت له قال لها مين؟ وطبعا متمالك اعصابه ومش عايز يرتكب اي حاجة عشان خاطر ده تاجر كبير وسمعته. فالمهم حكيت له بقى، قالت له انا اعرف واحدة وهي اللي جابت لي الشخص ده. قال لها مين الشخص ده؟ فحكيت له. راح للست دي وعرف منها كل حاجة، وعرف الشبكة اللي بتعملها، وعرف الشخص ده. المهم هو فكر في فكرة حلوة. قال لك انا اللي حصل انا لازم انتقم منكم انتوا الاتنين. قال للولية انا اللي هي الست اللي هي صاحبتها ده، قال لها انا عايز الراجل ده، وعايز الراجل ده يجي في البيت ويبقى مع الست، واداها مبلغ، يعني اداها مبلغ بحيث انه ايه، انها تجيب الراجل ده ويقعدوا مع بعض ويعاشروا بعض. عشان تبقى هو عايز يعمل ايه يا جماعه؟ هو عايز يعمل قضيه شرف. يعني ايه قضيه شرف؟ يعني عايز ان هم يكونوا مع بعض وهو يدخل ويقتلهم الاتنين، فيصبح كده ان هو ايه، قضيه، وياخد ايه، جنحه، او ياخد مع الايقاف او ايا كان. يعني ده الفكره. المهم جه وقد كان، خدت المبلغ وقالت للراجل واتفقوا مع بعض. فطبعا هو كلم الست، فالست قالت لها لا ده هو عرف، ده هو مش عارف ايه. فهو قال لها لو ما عملتيش كده انا هخليكي تتمني الموت ومش هتطوليه. بالاخر هو قد كان فعلا جابها، وطبعا كان حابسها في البيت، وجاب الراجل دخل وهو مش موجود، وهو عامل ان هو مش موجود في البيت خالص، ودخل عليها. وطبعا هو قايل لها، فقام جاي داخل وداخل برضه، بحيث انه ايه، الراجل جاي على اساس بقى ان ايه، ان هو عملها مرتين، فعادي بقى فاكره ان هي ايه، عايزاه او الوضعيه دي. فدخل واثناء وهو مع بعض ما بتاع، قام جاي ضارب، موتهم الاتنين، قتلهم الاتنين، دي رصاصتين ودي رصاصتين، وخلص عليهم. طبعا هو بيضرب الرصاصتين، الناس نزلوا والدنيا اتبهدلت والدنيا اتقلبت لان صوت الرصاص، والناس جريوا وبتاع مش عارف ايه. فدخلوا شافوا الموقف ده، لهم شفتوا بتاع نفس شفتوا الخاينه، شفتوا مش عارف الفجره، شفتوا عملت ايه، شفتوا. بس وقد كان. المهم جه طبعا الشرطه واتمسك الموضوع ده كده، بس كان في بغبائه ووضعيه غبائه، لان الدكتور اللي راح له والبنت اللي عمل لها دي ان ايه. فلما الدكتور عرف الوضع ده وعرف ان مش بنته، فراح طبعا بشرف المهنه لان دي جريمه، راح بلغ الشرطه ان الراجل ده جه حلل وعرف ان هو دي مش بنته، وعرف ان مراته مش ما بيخلفش اصلا. فلما عرف انه ما بيخلفش، هو اكيد اقتنع ان هو لازم ينتقم، وعمل الموضوع ده بحيث انه ينتقم منها ويعتبر قضيه شرف. فالمهم الراجل طبعا لما الدكتور جه جاب الراجل وحكى لنا ايه اللي حصل، فحكى طبعا عن الست جت، والست مش جابت، ما جابتش الراجل ده بس اللي كان هو اللي بتاع، لا ده كان عامله زي يا جماعه العصابه، او عامله زي المنظمه. يعني جابت ايه، ما جابتش الشرطه بقى، جابتها وجابت من وراها بلاوي، واحده تجر واحده وواحد بتاع، مجموعه نظام سوق، ناس متخصصين بحاجه زي كده، متخصصين ان هم يعملوا حاجه زي كده بنظير الفلوس. يعني واحد، انا يعني سوري في اللفظ انا اسف، يعني الفكره يا جدعان مش متخيله، يعني الواحد مش متخيل الوضع ده ازاي. واحده مع واحد وياخد قرشين ويتخلف وخلاص، ازاي؟ هو بالنسبه له مش في دماغه. طب ازاي انت مش في دماغك؟ طب ما ده بيبقى ابنك، ازاي انت يعني؟ ففي حاجات بتحصل الواحد اصلا ما يعني عقله ما بيوصلهاش، فدي موجودة في البلد. يعني احنا حياتنا عايشين كده، في ناس في حياتنا كده جماعة، ده أسوأ من الشياطين. الناس اللي زي دي، ده الشيطان نفسه ما يعملش اللي بيعملوه ده الشيطان نفسه ما يفكرش ولا يوسوس بالطريقة دي. فده المشكلة، فده اللي يعني دي جريمة من ضمن الجرائم اللي حصلت غريبة جدا. فلكوا أن تتخيلوا، شوفوا الناس وصلت ايه، شوفوا الوضعية وصلت ايه،
شوفوا جبروت الناس أسوأ من الشيطان. فدي جريمة بصراحة، معرفش الراجل معاه حق ولا معهوش حق. فيا ريت نشوفها في التعليقات، حضرتك تقولوا لنا هو معاه حق في اللي عمله ولا معهوش حق بس. وهي كانت القضية ودي كانت الجريمة، ودي رسالة يا جماعة. مفيش شيء كامل، انت مهما عملتي فهتتكشف، وانت مهما فكرت تنتقم انتقام زي ده فده غلط. اديك ضيعت نفسك وسمعتك برضو باظت. ليه ما تعملهاش رسمي؟ ليه ما تاخدهاش بالقانون؟ ده على الاقل انت الناس هتكسب احترام الناس كلها ويعرفوا قد ايه انت مظلوم. لكن اللي انت عملته هو وصلك لايه في الاخر؟ اديك اتفضحت، واكيد اديك حصل فيك كده. فدي النقطة كلها وهي دي الرسالة يا جماعة. يا ريت القانون، اجمل شيء في الحاجات اللي زي دي ان الانسان يستعمل عقله، لان مهما عملت عنف فضيعت حق بس رغم ان لك حق. وهنا كانت القضيه وهنا كانت الجريمه. واتمنى اللي وصل معانا لغايه هنا يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، ويا ريت نشير المحتويات دي يا جماعه. المحتويات دي كلها يستفاد منها الناس، لان المغزى من الجرائم دي او القصد من الجرائم دي كلها ان الناس تستفاد. في ناس بتبقى شيطانها بيسوقها، في ناس شيطانها بيسوقها، فلما تشير يستفاد. وما تنساش اللايك بقى، دعما لينا، واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.